بثلاث أهداف مقابل هدفين. هذا هو الهدف الأول كريستيانو رونالدو بضربة رأسية، والهدف الرابع له على التوالي في ملعب كامب نو، كان ذلك في الدقيقة 55. لكن سرعان ما سيرد برشلونة بهدف التعادل بواسطة بيدرو. سنعود إلى هذه الحالة، هل كان بيدرو متسلل أم لا مع الكابتن جمال الشريف. هذا هو هدف التعادل الذي احتسبه حكم المباراة دقيقة فقط بعد هدف كريستيانو رونالدو. ضربة جزاء في الدقيقة 69، وميسي بعد صيام 390 دقيقة يعود إلى التهديف من بوابة ضربة الجزاء. هدفان مقابل هدف واحد. يأتي الهدف الثالث بعملية جميلة جدا بواسطة اكزافي الذي سيتلقى الكرة إثر تمريرة ذهبية ورائعة جدا من إنيستا، وهو في الموعد ينفرد ثم يحرز الهدف الثالث. واعتقدنا أن برشلونة قادم إلى هدف رابع، ولكن خطأ فادح من حارس المرمى ديلي فالديز هو الذي سيعطي هذا الهدف، ويذكرنا بالطبع بأخطاء كثيرة من فالديز. دي ماريا البديل ينجح في استخلاص الكرة ويحرز الهدف الثاني الذي يعيد التشويق والإثارة